من أحلى عادات رأس السنة الهجرية فتح الفطير. لو أول مرة تشوفوني أنا دكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. عندنا كيلو من الدقيق هننزل عليه بمعلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من السكر ونقلبهم حلو قوي مع بعض، وننزل عليهم بمية من الحنفية عادية. بياخد حوالي نص كيلو مية، كيلو دقيق أو 450، ونعجن لمدة 10 دقايق لحد ما العجينة تبقى مطاطية معانا بالمنظر ده. هنبدأ نشكلها كور صغيرة في حجم الليمونة الكبيرة، ونحط كل كورة في زبدة سايحة ونقلبها فيها كويس. هنشكل كل العجينة على شكل الكور دي بالشكل ده، وهنغطي عليها ونسيبها ترتاح لمدة ساعة. أهم حاجة في الفطير المشلتت إن مع كل خطوة إن الفطير لازم يرتاح. هنبدأ نفرد أول كورة على شكل مستطيل أو شكل مدور اللي يناسبكم، وناخد بالنا واحنا بنفردها إنها ما تتقطعش مننا. وهنبدأ ندهنها كويس قوي بالزبدة. ونطبقها على بعضها على شكل ظرف بالشكل اللي حضراتكم شايفينه في الفيديو. ومع كل تطبيقة هندهن زبدة عشان تبقى مورقة، وهنقفل الظرف كويس قوي على شكل كورة ونخليها على جنب، ونبدأ نعمل اللي بعدها. بنفس الطريقة، وهنحط فيها الكورة الأولانية ونقفل عليها بردك، ومع كل قفلة هندهن زبدة. وكل واحد حسب ما يحب حجم الفطيرة نحط عدد الكور جوا بعض. دي طريقة الكور المتداخلة لحد ما نكون الفطيرة بالحجم اللي احنا عايزينه. هنرش الصينية بتاعتنا بشوية زيت، ونحط الفطيرة بتاعتنا ونغطي عليها ونسيبها ترتاح لمدة ساعة، وما نفردهاش في الصينية إلا بعد ما يعدي الوقت. بعد ما عدت ساعة فردنا الفطيرة في الصينية بالشكل ده، وهندخلها على فرن سخن قوي من تحت ومن فوق على الرف الأخير اللي تحت. ولما تطلع من الفرن هنغطي عليها عشان تطلع لنا بالشكل الرائع الجميل ده. أحلى فطير مشلتت وأسهل طريقة ممكن تعملوها وممكن تدوقوه. لو عجبتكم وصفتنا النهاردة لازم تنفذوها وتحيوا العادات والتقاليد بتاعتنا بتاعت رأس السنة الهجرية، وتفتحوا فطير مشلتت وتجربوا طريقتي دي وبالهنا.